بقول لك ايه، دي تالت مره تعملها فيا في رمضان. نتفق مع الناس اننا نفطر سوا وتدبسني، وفي الاخر ببقى قاعده وسطهم لوحدي وشكلي بقى وحش جدا. طب اعمل ايه بس مع على يدك؟ رمضان كله زحمه شغل. طيب بصي، يعني انا اصلا احتمال ما الحقش افطر النهارده في البيت. انا ماليش دعوه بالموضوع ده، اطلب انت الناس واعتذر لهم. طيب خلاص ماشي، حاضر، سلام. هو ايه يا فندم بتاع الجرد اللي انت بعته ده؟ في ايه بس يا ريس، ماله؟ ولا رقم فيه صح، اقفال الخزنه غلط، الانبوتس كلها غلط. طب طب هدي نفسك طيب وهحلها لك، بس قولي. هتحلها ليه ونغلط ليه؟ كل غلطه عندنا بفلوس. معلش يا ريس، ضغطه. ضغطه في ايه؟ ما هو ده الشغل اللي بنعمله كل يوم. ركز يا استاذ ركز، وعقابا ليك هتقعد تفطر النهارده في المكتب، تمام؟ ومفيش اوفر تايم. اتفضل. حاضر. صباح الخير. صباح البطاقه والرقم. اتفضل. كنت عاوز بس استعلم عن الشهادات موجودة عندكم والفوائد بتاعتها كام ومدة كام سنة. كنت عاوز اعرف كمان لو اقدر استعلم عن حساب المدام و إيه المدام ايه؟ ما ينفعش تتكلم عن حساب اي حد تاني غير انت صاحب الشقه. المدام لازم تبقى موجوده بالبطاقه بتاعتها. طب ما قافش ليه حضرتك؟ بالراحة شوية لو سمحت. مش قافش ولا حاجه، زي ما قلت لحضرتك ما ينفعش. لو انت من الموظفين اللي بيتعاملوا مع الجمهور، فاعرف ان الناس اختاروك عشان انت راجل بروفيشنال وبتعرف تعمل الشغلانه صح، وكونك وصلت لمرحله انك مش عارف تفصل او تعمل بالانس ما بين حياتك الشخصيه وما بين الشغل، فلازم تعرف ان العميل ملوش ذنب. ونفس الكلام في البيت، لو انت مضغوط من الشغل فما تطلعش ضغوطك على الناس اللي موجوده في البيت. وقبل ما تقول لي انت ما شفتش العملاء واللي بيعملوه، هقول لك لا، شفت وحصل معايا زيك. بس تعالى نعيد الحسابات في رمضان ونشوف نقدر نعالج الموضوع ده ازاي. اول حاجه، في رمضان بره رمضان انت محتاج تتحكم في غضبك، ده جزء اساسي من اساسيات شغلك. تاني حاجه، حدد اولوياتك من اول اليوم علشان ما تتفاجئش بحاجات تعصبك وتعكر يومك. وخليني اكون معاك صريح واقول لك ان ده كده هيحصل، فخليك مستعد وخلقك واسع. يعني هنبقى صايمين وتعبانين ونخسر صيامنا عشان الناس اللي حوالينا. تالت حاجه، اعمل حسابك بعد الفطار انك تقعد مع الناس اللي بتحب تقعد معاهم، اهي فرصه تبقى عملت لنفسك ريفريش. يلا، كل سنه وانت طيب.